السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة كوثر للاستفادة. كما عودتكم دائما، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد التحلية اللي كتجي رائعة جدا بالفريز او الفراولة، اللي هذه هي الوقيته ديالو سهلة جدا في التحضير وكتجي لذيذة بزاف. فغادي نمروا للطريقة. بالنسبة للطريقة غادي ناخذ نص كيلو ديال الفريز اللي كنغسلوه جيدا، يعني كيكون فيه داك الرملة، كنغسلوه مزيان وكنحاولوا ناخذوه ونقطعوه هكا قطع صغار مربعات، يعني واحد الكميه تقريبا 100 غرام غادي نقطعها مربعات باش غنحضروا بها داك السيرو اللي غنوضعوه او غنزينوا به الكؤوس ديالنا ولا التحليه ديالنا. والكميه اللي بقات ليا غادي نقطع قطع كبار، يعني قطع عاديين اللي غادي نطحنها باش غادي نحضروا بها داك الفلو او لا داك الطبقه ديال التحليه. فكنقطعوا كامل هكا غير قطع كبار لانه باقي غتطحن. وكنوضع نص لتر ديال الحليب في واحد الميكسور او لا طحانه ديالكم صافي، وضيفوا داك الفراوله مع واحد الفلون ديال 4 ديال الاشخاص ديال الفراوله حتى هو. وهنا عندي المايزينا اولا المايفين، غادي نستعمل منها 2 ملاعق كبار عامرين مزيان ديال المايزينا. وهنا السكر كيبقى على حسب الذوق، انا هنا غادي نستعمل 3 ديال الملاعق كبار ديال السكر، وانتم على حسب الذوق. فالا بغيتو تنقصوا فهي كتجي حلوه، فالتحليه كنعرفوا انها حلوه. اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف ينقص السكر. صافي كما كتشاهدوا معايا طحنت كلشي مزيان، تطحن ليا مزيان. غادي نوضعوه في واحد الكاسرونه ولا واحد الطنجره باش غادي نوضعوه فوق النار باش غادي يعني يعقد لينا هذا الخليط ويطيب لينا هاد المكونات كامله. كما كتشاهدوا كنوضعوه فوق النار على نار اللي كتكون متوسطه مع التحريك المستمر باش ما يلتصقش لكم في القاع ديال الطنجره حتى كنحصلوا على هذه النتيجه، يعني حتى كيبدا يدير هاد الفقاعات ويتقال لينا الخليط، يعني داك الخليط ما كيبقاش سائل، كيتقل وكيعقد. صافي هنايا كنبقى نحرك دائما باش ما يلصقش وكنطفي النار. هنايا انا استعملت هاد الصابلي، يمكن لكم تستعملوا اي بسكوي ولا اي صابلي ولا اي حاجه كتفضلوها، يعني غير باش نديروا ديك الطبقه الاولى وداك القرمشه. يمكن لكم تخلطوا مع المكسرات، اي حاجه عندكم معتمده يمكن لكم تستعملوها. فانا هنا هذا هو اللي متوفر عندي، غادي نهرسو كما شاهدتوا معايا قطع صغار، وغادي يعني نوضعوه كطبقه اولى في هاد الكويسات ديالي مع التحليه. هاد التحليه هذه فكتكفي لستة ديال الاشخاص. كما كتشاهدوا غتاخذوا الطويسات ديالكم ولا الكويسات وكتوزعوا هكا يعني ملعقه كبيره ديال البسكوي في طبقه اولى، نضغطوا عليها شويه ونوضعوا الكريمه ديالنا اللي حضرنا ديال الفريز. صافي هكا كنوزع الكميه كامله على الكويسات ديالي وغادي نوضعها في الثلاجه حتى تبرد تماما. هاد الطبقه الاولى، وفي هذا الاثناء غادي نوضع الطبقه الثانيه باش غادي توجد ليا. كنوضع داك الفريز اللي قطعناه وكنضيف له 2 ملاعق كبار ديال السكر وكنوضعوه فوق النار، نار متوسطه مع التحريك مره مره حتى كيطيب ليا. يعني كنحصل على واحد بحال مربى ديال الفريز اللي كيجي زوين بزاف، يعني تزيين ديال الكيكات. كما كتشاهدوا معايا فهذه هي النتيجه من بعد ما كيطيب، كيتعسل لينا شويه داك السائل وكيطيب لينا داك الفريز. فكنخليوه حتى يبرد، وكتبرد لينا التحليه عاد كنزينو به، يعني ما تطيعوش وهو سخون. التحليه خليوها تبرد، هو ملي يوجد لكم خليوه حتى هو يبرد، فكيزيد يعقد كيعطينا واحد اللوين وواحد التزيين اللي هو زوين بزاف. صافي كما كتشاهدوا من بعد ما غنكمل فانتوما في هذه المرحله ممكن تزينوا باي حاجه بغيتو. فهنا غادي نزين غير بقطع ديال الفراوله، تزيين يعني بسيط. الا بغيتو تزيدوا مكسرات ولا اي حاجه متوفره عندكم ولا لا كريم فريش ولا اي حاجه عندكم فلكم الاختيار. صافي هنايا انا غنوضع غير الوريضات ديال الفريز باش يعطيني داك اللون الاخضر، يعطيني واحد الشكل زوين. صافي وهذه هي التحليه ديالنا، كنقدموها بالصحه والراحه، كتجي زوينه بزاف يعني للسحور ولا الفطور ولا الضيوف ديالكم. فبالصحه والراحه، وهذه كانت وصفتنا اليوم، مع السلامه.